يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب، من كتاب الله أخلاق الحبيب، وحد المولى بها أغلى القلوب. مجدها يكسو المشارق للمغيب، قد تجلى في البرايا للشعوب، ذكرها يهدي لنا بالمسك طيب، ولسان الوجد إذ يشدو الضروب. فجرها قد لاح للدنيا قريب، في زمان السلم أو ماضي الحروب، وابتهال الروح بالبشرى يطيب، عندنا ميعادها من كل صوب. يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع النجوم، نجمنا الآن هو عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه، الذي تستحي منه الملائكة. عثمان تستحي منه الملائكة. ميزة عثمان في الحياء والسخاء، حي إلى درجة أن ملائكة الرحمن تستحي من عثمان، سخي إلى درجة أنه ينفق ما عنده إلى أن يشتري نفسه من الله. أنا أقف عند السخاء في عثمان الذي حبب الأمة فيه، لين سهل صدوق مؤمن قانت، يقطع الليل تسبيحا وقرآن. يقول حسان بعد ما قتل شهيدا عثمان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا الإمام رضي الله عنه عثمان له موقفان عظيمان مشهوران أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. تعال، الموقف الأول في تجهيز جيش العسرة، جيش تبوك، جيش ما يقارب 30,000 في شدة الحر، في بعد المسافة، بعد الشقة من تبوك إلى المدينة يمكن أكثر من 1000 كيلو، ما يقارب 1000 ميل، في شدة الحر، في الصحراء، في الرمضاء، في الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش تبوك أو جيش العسرة وله الجنة؟ قال: عثمان أنا. جهزه بجميع ما يحتاج هذا الجيش. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارضى عن عثمان فإنه عنه راض، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي بعض الألفاظ: غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يروى عنه صلى الله عليه وسلم. كسب عثمان يجهز جيش في وقفة واحدة، وكان غنيا رضي الله عنه صاحب مال، لكن في يجهز جيش الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة ويترضى عنه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أنت اقف أنت مع هذا الموقف وتذكر أثر هذا الموقف على الإسلام والمسلمين. ظمئ المسلمون في المدينة المنورة، وقل شح الماء في الآبار، وعند اليهود بئر اسمها رؤمة، بئر رومة كانت كثيرة الماء عذبة. قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ جاك السخي المنفق. قال عثمان: أنا يا رسول الله. فاشتراها وأوقفها وقفا يقول: فقط دلوي مع دلاء المسلمين، أنا واحد منكم، يشربون أهلي مثل ما تشربون، الدلو مع دلاء المسلمين. فجعلها وقفا، فكان يشرب المسلمون، يشرب الظامئون، يشرب الرجال والنساء. يقول: سقى الله عثمان من سلسبيل الجنة، سقى الله عثمان من سلسبيل الجنة. عثمان بن عفان ماذا برنامجه اليوم؟ هو خليفة، يفتح المصحف بعد صلاة الفجر في المسجد ويبقى إلى قرابة الظهر، ويقول: لو شبعت أو لو أوصفت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. أما ليله فيروي عنه خادمه يقول: كان ينام بعد العشاء قليلا، ثم يقوم فنقرب له الوضوء فيتوضأ فيصلي ما شاء الله، ثم ينام قليلا، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ويقرأ القرآن ويبكي ما شاء الله، ثم ينام قليلا، ثم قليلا كنوم الطائر ويواصل، حتى يقول ابن عمر رضي الله عنه يوم قرأ قوله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان بن عفان. يعني من ضمن من أول الأصناف أو الجنس الذي تشملهم هذه الآية، وهو خليفة المسلمين.
وفي عثمان خصلة عظيمة وهي الصدق، كان صادقا لا يكذب أبدا. يقول من الصحابة ثلاثة إذا قالوا لك صدقتهم، إذا قالوا لك صدقتهم، وإذا أخبرتهم صدقوك. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو عبيدة بن الجراح، كل الصحابة أهل صدق ووفاء، لكن هؤلاء تميزوا تماما. الدقة في الكلمة، الدقة في النقل، كان حيا رضي الله عنه، كان يعني يراقب ربه، يخاف مولاه، إلى درجة أن الأمة اختارته رضي الله عنه بعد عمر وصوتت عليه لسخائه ولينه ورفقه وقيامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم المواقف الخالدة وإنفاقه، فرضي الله عن عثمان وأرضاه. عثمان قتل شهيدا، حتى يقول شوقي أمير الشعراء جرحاني في كبد الإسلام ما التأم، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. جرحان، لأنه لما قتل عثمان سال دمه على المصحف رضي الله عنه، يقرأ ما يفارق المصحف أبدا، المصحف هو متوضي دائم والمصحف معروض. وحسرتاه كيف هجرنا القرآن، وحسرتاه على الجيل الآن الذي هجره إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح ما عندهم وقت القراءة ولو صفحة واحدة. فانظر كيف ضعف الإيمان عندنا، وكيف ضعف التعامل، وضعف الخلق، وضعف النبر، وضعفت الشهامة، لأن مصدر قوتنا أصلا من القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عثمان لما دخل عليه الثوار المارقون كان فاتحا المصحف، كان يقرأ رضي الله عنه، سلم نفسه إلى الله وغفى، نام نومة قليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبا بكر وعمر، وكان صائما، ترى يوم قتل عثمان كان صائما، فأغفى إغفاءة قليلة قصيرة، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان سوف تفطر معنا، يعني فطور إن شاء الله عندنا في الجنة قبل الغروب. قتل قبل الغروب رضي الله عنه، سال دمه على المصحف، بقي مصحفه في اسطنبول في المتحف، موجود قطرات الدم في المصحف. يقول شوقي أمير الشعراء جرحان في كبد الإسلام ما التأم، يقول باقي كبد الإسلام مجروحة إلى الآن، الكبد الإسلام مجروحة، جرحان في كبد الإسلام. شوقي أمير الشعراء يقول جرحان، جرح الشهيد عثمان وجرح بالكتاب دم، يقول جرحنا في الإسلام جرحان، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول جرحان في كبد الإسلام، يقول مثل الإسلام بأنه إنسان، وكبد هذا الدين جرح بجرحين. جرح عثمان لما قتلوه رضي الله عنه، قتلوا عادل وخليفة وصحابي ومهاجري وصادق ومنيب وقائم الليل ومنفق، ذبحوه المارقون الخونة. والثاني جرح القرآن، تلطخ دمه الطاهر بالقرآن بالمصحف، فرضي الله عن عثمان وأرضاه وجمعنا به في جنة النعيم. اقرأوا تاريخكم شباب الإسلام، أبنائي بناتي طالعوا سيرة عثمان. الآن أريد تفتح على عثمان، المشكلة أن نقرأ رموز غربية، رموز ونجوم غربية وشرقية. يا أخي رموزنا هؤلاء، اقرأوا طالعوا. غفر الله لنا ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وإلى اللقاء وإني أحبكم في الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب، من كتاب الله أخلاق الحبيب، وحد المولى بها أغلى القلوب، مجدها يكسو المشارق للمغيب، قد تجلى في البرايا للشعوب، ذكرها يهدي لنا بالمسك طيب، ولسان الوجد إذ يجدو الضروب، فجرها قد لاح للدنيا قريب، في زمان السلم أو ماضي الحروب، وابتهال الروح بالبشرى يطيب، عندنا ميعادها من كل صوب. يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب، من كتاب الله أخلاق الحبيب، وحد المولى بها أغلى القلوب.